أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في قناتي فرش عرايس للسويسة. معاكم أيتن عبدو. عارفة ان انا غبت عليكم كتير اوي، سامحوني والله. بجد بشكر كل الناس اللي كانت بتسأل عليا وفي الكومنتات. الموضوع ده بجد فرحني جدا. سبب غيابي عنكم الفترة اللي فاتت، اولا كان عندي الحمد لله ضغط شغل. تاني حاجة بسبب موضوع سوريا وتركيا والأحداث اللي حصلت، ربنا يرحم موتانا جميعا يا رب، وصبر قلب كل حد ربنا قدر له ان هو يتضرر في الموضوع ده. وصبر قلوبنا جميعا عشان اكيد الموضوع اذانا كتير نفسيا. فلذلك انا نفسيا ما كنتش مؤهله صراحه ان انا اسجل اي فيديو او انزل اي حاجه. حبيت النهارده انزل لكم الشقه دي. ربنا يا رب يبارك لعروستنا ويتمم لها على خير ويفرح قلبها، قادر يا كريم يا رب، ويفرح كل قلب عروسه، يفرح قلب كل ام ببنتها، يرضيكم جميعا ويجبركم، قادر يا كريم يا رب. شقة عروستنا النهاردة بين الذوق الكلاسيك أو النيو كلاسيك. هي ذوقها بسيط، وأنا من الناس على فكرة اللي بتحب الكلاسيك جدا، برغم ان اغلب الشقق اللي موجودة عندي على القناة مودرن، او اعتبر العرايس بتميل قوي للعفش الالترا مودرن، او رايح في روح المودرن قوي. بس انا برضو بميل قوي للذوق الكلاسيك. وحقيقي بقدره، في اذواق فعلا بتعجبني، وانا من الناس اللي بتحب الكلاسيك الهادي، مش اللي فيه تفاصيل كتير. ربنا يبارك لعروستنا يا رب في كل حاجة عندها. بالله عليكم تدعوا لها دعوة حلوة، لأن هي فعلا تستاهل ان احنا ندعي لها دعوة حلوة من جمالها ومن طيبتها ومن أخلاقها العالية، ومن العرايس الكل اللي فعلا شفتهم محترمين جدا. ربنا يا رب يصلح لها حالها ويصلح حالكم جميعا. تعالوا نتفرج كده على فرش نيش مع بعض، ونبدأ كده بأول ضرفة. أنا قسمت لها ضرفة فيها كل الحاجات اللي فيها لونها جولد، وضرفة تانية الحاجات اللي فيها كلها لونها سيلفر. هي ما شاء الله كان عندها طقمين صيني نصين، نص شكل ونص تاني شكل تاني. محبتش ان الطقم الصيني يكون كله شكل واحد. زي ما انتوا شايفين، في اول رفة حطيت لها طقم شربات ومعاه طقم كاسات. تاني رفة حطيت الصينية الجولد دي ودخلت معاها استيكانات جولد وكمان كاسات، وتحت بقى حطيت جزء من الطقم الصيني. باقي الطقم الصيني حطيته في الضرفة اللي جنبه على طول علشان يبقى كمالة الضرفة، كمالة الطقم الصيني نفسه في الضرفة اللي جنبه على طول في البوفيه. ما شاء الله البوفيه بتاعها كان حجمه معقول. هنا بقى حطيت جزء من الطقم الصيني التاني اللي موجود في الضرفة التانية، وكمان حطيت شنطة المعالق. ما حبيتش ان هي تكون برا عشان ما تعملش دوشة في المكان، وحطيت كده السيرفيس ده وطلعت منه كام معلقة كده من شنطة المعالق، بحيث ان الشكل بتاعها يبان ان المعالق اللي هي كانت جايباها في الشنطة كان شكلها راقي جدا. وحطيت طقم العسل ده هنا بكل محتوياته في الضرفة دي. زي ما قلت لكم، خليت الضرفة بتاعة النيش التاني كلها سيلفرات بالشكل ده، دخل فيها لون السيلفر، والناحية التانية كانت جولد. فأول رف هنا حطيت لها طقم شربات داخل فيه الإطار سيلفر، وحطيت معاه طقم كاسات كريستال سادة. تاني رف هنا حطيت فيه الصينية السيلفر دي، الناحية التانية احنا كنا حاطينها مع بعض جولد. حطيت معاه البولات اللي هي على شكل وردة دي، ودخلت معاها طقم كاسات كريستال. الرف اللي بعده هنا بقى حطيت جزء من الطقم الصيني تاني زي ما قلت لكم. كنت جايبة طقمين نصين، فحطيت جزء بس يبان هنا بشكل بسيط، ما يبقاش فيها مبالغة، مش ان احنا نكدس على الرفوف، تبقى الحاجة باينة ببساطة تمام. ده كان الشكل العام للسفرة. والعلم انا بحب قوي الكراسي اللي بيكون ظهرها لحد ما بيضاوي كده في العفش الكلاسيك. انا كنت ناوية ان شاء الله ان انا كنت ناوية ان انا اعمل سفرة صغيرة، وكنت هعمل نفس الستايل ده من الكراسي عندي في شقتي. بس طبعا المساحة عندي مش هتكفي فخلاص تغاضيت عن الفكرة، بحيث ان انا ما اكونش زحمت الدنيا عندي في الشقه. وانتظروا باذن الله اليومين الجايين هنزل لكم جوله في شقتي بقى باذن الله، وهوريكم انا عملت فيها ايه. ان شاء الله باذن الله تعجبكم. حطوا هنا بقى الصالون بتاعها كامل، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. الصالون بتاعها كان حجمه كبير، زي ما انتم شايفين. احيانا بتبقى الحاجه مش باينه في الطبيعه، طبعا هي عامله عفشها عموله، متبقاش باينه في الطبيعه لما بتكون مثلا في الورشه او بتكون في المعرض. لكن لما بتيجي في البيت بيبقى المقاسات بتختلف تماما. هي عامله هنا مكتبه شاشه كبيره ما شاء الله، في اماكن رفوف كده تحط فيها ديكورات، وفيها برضو وحدة تخزين تحت. حطينا هنا الاتنين فوتيه تمام، بحيث ان اللي داخل يبقى الموضوع سهل ان هو يدخل. والكنبتين الكبار حطيناهم مقابل للكراسي. طبعا كان معاها اتنين بف كده صغيرين،
فبرضه كانت فكرتهم لطيفة. بما ان الابواب عندها غامقة، ففكرنا في فكرة ان احنا نعمل التل بالشكل ده على الابواب. كنت حابة ان هو يكون ابسط، بس انا طبعا باخد رأي اهل العروسة في كل تفصيلة انا بعملها، علشان يبقى انا ماشية من عند العروسة، او من يعني ماشية من شقتها يكونوا اهلها وهي راضيين بكل حاجة انا عاملاها. بحاول على قدر من المستطاع يعني اراضي جميع الاطراف يعني. هنا ما شاء الله الانتريه ده جميل جدا، واغلب العرايس بتميل اصلا للفكره بتاعته او لشكله. بس برضو ما شاء الله شكله بيخدع، يعني في المعارض ما بيبقاش باين ان المخدع بتاعه ما شاء الله ضخم وكبير. فلما بيتحط في الواقع برضو بتلاحظوا ان هو مساحته اكبر من المكان. هي نفسها لما حطيته اتفاجئت ان حجم الانتريه كبير. حاولي على قد ما تقدري خدي مقاسات الغرفة اللي انتي هتحطي فيها العفش، وشوفي مقاسات الكنب والابعاد بتاعته، بحيث ان انتي متزنقيش نفسك ويبقى المكان فيه مساحة للحركة يعني. تمام. بس هو طبعا الوانه ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، وشكله شيك جدا. ربنا يبارك لها في كل حاجة عندها يا رب. الشقة دي انا فرشاها من بدري جدا على فكرة، وفي شقق كتير جدا انا ما نزلتهاش، تقريبا بقالي بتاع حوالي 54 يوم انا ما نزلتش حرفيا حاجة على قناتي. فشجعوني بقى، انا عايزة الفيديو ده يبقى لحد ما فيه تفاعل، علشان اقدر ان انا اتحمس كده باذن الله وانزل لكم بقيه الفيديوهات اللي موجوده عندي على التليفون. وكمان اعمل لكم جوله في شقتي واوريكم الاجواء الرمضانيه اللي انا عملتها عندي في البيت، ان شاء الله باذن الله هتنال اعجابكم. هنا على الباب الاكورديون كان فيه، بس هنا الاكرة كانت مش يعني كان فيها مشكله، فعملنا عليها برضو الشكل ده، يعني زي اكرة كده بسيطه عملناها بالستان والفيونك. تمام. وانا مدبسها لها اصلا، مدبسه الخشب في الباب يعني مش ملزوقه لزق. تمام. المطبخ عندها كان ستايل وشكله رقيق جدا وبسيط، وانا اصلا بحب المطابخ اللي بتكون فاتحه ما بتكونش غامقه، او الغامق فيها ما يكونش غالب، بحيث انها تبقى مريحه للنفس، وخصوصا المطابخ الصغيره. ربنا يا رب يبارك لها في كل حاجه عندها. طبعا كمان لما بيكون المطبخ فيه اضاءه، وخصوصا البروفايل او الاضاءه اللي بتبقى موجوده تحت او اضاءه الليد، بتفرق جدا وبتدي تاتش حلو جدا للرخامه والشكل العام للحاجه كمان اللي عليها. فبجد لو انتي عروسة اهتمي جدا يكون عندك في المطبخ إضاءة كويسة، واهتمي كمان لو عندك نيش أو عندك يعني ظرف وحاجات فيها ازاز وحاجات ازاز، اهتمي ان هو يكون فيها برضو سبوت لايت او فيها ليد. البوتاجاز ده تقريبا نفس بوتاجاز اختي بالظبط. لو تفتكروا شقة اختي اللي صورتها لكم، هي نفس البوتاجاز بالظبط عندها. تمام. الفرن بتاعها كده متقسم لجزئين، وهنا الميكرويف بتاعها نوع شرب، وما شاء الله ربنا يبارك لها يا رب في كل حاجة عندها. التلاجة بتاعتها كان نوعها بيكو. هنا حطينا بقى الضرفة دي، بما ان هي كبيرة ما شاء الله حطينا فيها كل الأجهزة. حطت لها الخلاط والكيتشن ماشين والهاند بلندر، وفوق هنا حطت لها العجان والعصارة وكمان الشواية، وفوق حطينا حافظة الطعام وكاتل كان زيادة عندها، اسمه بتقال عليه ايه، كولمان. الكولمان والترامس يعني. خليت الفئة اللي هي فيها الأجهزة والحاجات الحافظة للبرودة أو للحرارة كلها مع بعض. الضرفة دي ضرفة أزاز كده زي ضرفة نيش، لمت لها فيها الحاجات بقى اللي هي فيها ألوان أو فيها شكل إلى حد ما، مع الحاجات السادة. يعني دمجت الاتنين مع بعض قدر من المستطاع على قد ما قدرت يعني. تمام. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. تعالوا بقى نتفرج كده مع بعض على بقية المطبخ. طبعا هنا البوتاجاز فتحت، حطيت القلاية وحطيت طقم التوزيع، الحاجات اللي هي جنب البوتاجاز اللي هي ممكن تحتاجها. هنا بقى معانا المطبقية على يمين الحوض بالظبط. حطيت لها فيها طقم العشاء، المطبقية بتاعتها ما شاء الله كانت كبيرة. حطيت لها كمان أطباق من الطقم الصيني اللي ممكن تقدم منها للضيوف. حطيت لها كوباية مية، كوباية شاي، كوباية قهوة، الكوبايات اللي العرايس بتحتاجها في البداية، تحتاجها في الجنب يعني جنب ايديها او في المصفى كاستخدام يعني. حطيت لها هنا البايركسات وطقم السمك، وكمان البراد البايركس بما ان اصلا مفيش مكان. وقلت برضو استغل الضرفة بدل ما هي فاضية، هنا برضو معانا ضرفة ازاز حطيت لها فيها اطقم كاسات وكوباية مية وكوباية عصير وطقم شربات كمان في النص زي ما انتوا شايفين فوق. تمام. زي ما قلت لكم الظرف الازاز دي برضو لما بيكون فيها اضاءة بتودي الحاجة دي في حتة تانية خالص. وربنا يبارك لعروستنا يا رب في كل حاجة عندها.
هنا بقى حطيت طقم الشربات ده والمجات بتاعته، وفوق برضو حطيت طقم شربات سادة وحطيت معاه برضو كوبايات. وفي الجنب هنا حطينا بقى الأطقم اللي هي بتاعة الكنز دي اللي بتبقى شفافة وبتحط فيها بقى الحلويات. أما في الظرف اللي تحت هنا حطيت لها طقمين حلال مع بعض، وحطيت في الجناب كده الطاسات بتاعتهم أو القلايات اللي ممكن تستخدمها. اما في الرف اللي تحت هنا حطيت طقم الاستانلس، وحطيت معاه صواني الفرن والقوالب والطاسات، وكمان حطيت حاجات من ورا لان ما عنديش طرف تانية تقريبا غير الضرفة دي. انا والله بحاول ان انا استرجع معاكم الفيديو يعني. هنا بقى كان عندها المنظمات دي، حطت لها الرفايع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. المنظمات دي بتلم جدا. وتحت هنا حطت لها بقية الرفايع، وهناك كذلك الامر. واخر درج معانا هنا حطينا فيه برضو بعض الحاجات الخاصة يعني رفايع، وبقية الحاجات اللي هنا مكناش لاقيين لها مكان لميناها في اخر درج. تعالوا نكمل مع بعض كده بقية الوحدات. في الوحدة دي بقى خلت لها كل البلاستيكات والمصافي الاستانلس بتاعة المكرونة وعلب التلاجة والصواني بتاعة التقديم، وكل الحاجات اللي هي ممكن يعني تحتاجها، او الحاجات الخاصة بالبلاستيكات او الحاجات الغسيل بتاعة الحوض خلتها لها في الوحدة دي. الوحدة اللي بزاوية دي كان، بص هو يعني لحد ما كبير هو هدر لها الظرف، يعني الضرفة دي كل دي الحوض، انا مش فاهمة ليه. فاضطريت ان انا احط تحتها هنا بقية الصواني الكبيرة. يعني هي عندها صواني عشا ما شاء الله كبيرة، وصواني خشب. هي عندها الوحدة اللي تحت الحوض الحمد لله ما بتنزلش مية، بس ما كانش عندي اوبشن تاني. حطيت لها هنا الحاجات اللي هي بتتلزق دي، وعلقت لها بقى عليها الحاجات الخاصة بالحوض كلها مع بعض. والوحدة اللي جنب دي بالظبط على طول دي تربو، فما كانش عندي اوبشن غير اول ضرفة ان انا احط فيها الحلل بتاعتها، وهي يعتبر اكبر من الضرفة اللي فيها البلاستيكات، فما كانش فيه حل تاني يعني. تمام. بحب اوي يعني العلب اللي هي الخوص دي او الاطباق الخوص دي بيبقى شكلها لطيف. انا وظفتها لها بعد ما كانت موجودة على الرخامة، حطيتها لها في مكان تاني. تعالوا بقى ندخل غرفة الأطفال دلوقتي مع بعض ونتفرج عليها. عملت نفس الفكرة على الباب اللي هو التل باللولي اللي نازل منه بالشريطة، الكشمير اللي فيها لمعة بسيطة ومع بعض الورد البسيط. زي ما قلت لكم انا طبعا بخير اي عروسه او اهل العروسه بالحاجه اللي انا بعملها، وبعمل الحاجه اللي تتوافق مع ذوقهم. هنا كانت فرش المفرش الامور ده هادي جدا ورقيق، ربنا يا رب يبارك لها في كل حاجه عندها. الذوق العام بتاعه بسيط جدا ومتناسق مع ستايل الغرفه. ما شاء الله. هي برضو كانت عامله الغرفه زي ما قلت لكم، عاملاها عموله او عامله عفشها كله عموله. والخشب بصراحه والماتيريال بتاعه الخشب كانت نظيفه جدا. ربنا يا رب يبارك للي عمله بجد، تسلم ايده. هنا بقى فرشت لها زي ما شفتم الملايات دي كده على السرير، وشكلها رقيق جدا بالكوفرتات البسيطة اللي موجودة عليها. كانت مدية شكل راقي وبسيط، ومش لازم ان احنا نجيب مفرش الدخلة والحاجات اللي هي فيها استرسات او فيها شغل كتير. لو بالنسبة لك مش هتحتاجيها تاني وهي تبقى استخدام بس في بداية الجواز، فممكن تتغاضي عنها وتجيبي حاجة تبقى بالنسبة لك عملية تستخدميها. تعالوا نفتح مع بعض كده دولاب غرفة الأطفال ونتفرج على المحتويات بتاعة المفروشات بتاعته. أول رف فوق هنا حاطط لها الاتنين لحاف بتوع غرفة الأطفال، وحاطط جنبهم بعض الفوط. تاني رف حطيت الاتنين بطانية مع بعض بتوع الأطفال، لفتهم في بعض بما ان الشكل بتاعهم أو رسمتها كبيرة. هنا حاولت ان انا اظهر جزئين كده من اللحفة، وهنا بما ان الرسمة كبيرة فكنت لازم ادخل بطانيتين مع بعض عشان الرسمة بتاعتهم تبان. وحطيت جنبها كده الدفايات بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنا بقى حطيت الملايات بتاعة الأطفال، وحطيت جنبها الكوفرتة، وفوقيها كده حطيت بعض الفوط وبرزت الرسمة بتاعتها. كذلك الأمر هنا حطيت الملايات وجنبها كوفرتة. وتحت هنا كان في بطانية للسرير الكبير، حطيتها بالشكل ده بما ان ألوانها متناسقة مع ألوان المفروشات اللي احنا حطيناها هنا في أول ضرفة. طبعا في الجنب فيه لبس، فبالتالي مقدرتش ان انا اصور لكم الضرفة اللي فيها اللبس. ربنا يا رب يبارك لكل واحد يا رب، او لكل عروسة وعريس وكل حاجة عندهم، قادر يا كريم يا رب ادعيلهم دعوة حلوة ولكم بالمثل. تعالوا بقى نتفرج كده على الضرفة التانية. وبالله عليكم عايزة كومنتات حلوة كده ولايكات، عشان انا بجد مشتاقة جدا لتفاعلكم معايا.
ربنا يا رب ما يحرمني منكم. في اول رف حطيت البطاطين اللي عندها ومفرش لطيفة، تاني يعني في الرفوف اللي تحت الصغيرة دي هطلع مفرش لطيفة وجنبها دفاية، وكملت بقية المفروشات الخاصة بغرفة النوم في الضرفة الأخيرة دي زي ما انتم شفتوا. وبكده خلاص الدولاب ده معانا خلص، واتفرجنا على كل تفاصيل الغرفة. نقشة الدولاب بسيطة، والستاير بتاعتها كانت برضو مش مبالغ فيها، كانت هادية. ربنا يا رب يبارك لها في كل حاجة عندها، قادر كريم يا رب. كانت هنا عاملة فكرة تسريحة وفكرة كمان مكتب للأطفال، فكانت لطيفة ومستغلية كل المساحة اللي موجودة عندها. طبعا كل واحد بيعمل الحاجة المناسبة للمقاسات اللي عنده في شقته. تعالى دلوقتي ندخل مع بعض على غرفة النوم، ودي تقريبا آخر حاجة معانا في الشقة. الطرقة دي بتدخل على التويلت وبتدخل كمان على غرفة النوم. هنا باب غرفة النوم حاولت ان هو لحد ما تكون فكرته سنة مختلفة، يعني خليته مايل كده بكيرف زي ما انتم شايفين، ونزلت منه شرايط استراست كده سيلفر بسيطة. ما شاء الله ربنا يبارك لها يا رب. كنا عاملين بقى بالشموع الإلكترونية كده شكل قلب، هي كانت جايباها وانا رصيتها لها بالشكل ده كده على السرير. طبعا في الإضاءة شكلها يعني وهي مطفية وبتنور شكلها ألطف بكتير، بس طبعا هما كانوا طفوها على ما انا دخلت كانت هي اتطفت، فبصراحة استصعبت ان انا انورها تاني، انا كنت متأخرة. اعذروني، بس الفكرة عموما اكيد واضحة ليكم، يعني هي الفكرة بس كلها ان انا كنت هطفي النور وكده هيبان فكرة يعني نفس الرسمة بتاعة القلب بالإضاءة. هنا بقى حطينا كل المفروشات الخاصة بغرفة النوم. طبعا بقية المفروشات اللي زادت حطيناها في دولاب الأطفال زي ما انتوا شفتوا معايا. في أول رف هنا حطيت لها اللحاف ده، وحطيت جنبه كوفرتة كده بالملايات بتاعتها. هنا حطيت الملايات وحطيت مع الكوفرتات، تمام. وحطيت الكوفرتة اللي فيها وردة كده بالشكل ده، وظهرت الرسومات اللي موجودة على الكوفرتة، كيس الكوفرتة، وكمان الفوط برضو ظهرت الرسومات اللي موجودة فيها في الجناب. اما في الضرفتين اللي تحت هنا حطيت الفوط بتاعتها، بدأت ان انا اظهر الرسومات اللي موجودة عليها، وحاولت ارصدها لحد ما تكون مختلفة. وحبيت افصل الفوط كده بالملايات، وتحت هنا حطيت بقية الملايات وجنبها فوط، وكذلك الامر في الجنب التاني حطيت فوط، وبدأت ان انا اظهر الرسومات اللي موجودة عليها. يا رب ربنا يهنيها بكل حاجة عندها، ويبارك لكل العرايس يا رب، يفرح قلوبكم جميعا. تمام، تعالوا نتفرج كده بقى برضو على اخر تفاصيل معانا في الغرفة. واتمنى يكون محتوى الفيديو النهاردة عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة تنوروني في قناتي، علشان يوصلكم كل ما هو جديد من شغلي. ولو حابين ان انا انزل لكم فيديوهات الاجواء الرمضانيه، وان انا اصور لكم الريسبشن واصور لكم الشقه عندي، ما تنسوش تكتبوا لي ده في الكومنتات عشان اتحمس كده واظبط لكم الدنيا وانزل لكم باذن الله الفيديو ان شاء الله بعد الفيديو ده على طول لو لقيت منكم تفاعل. وحشتوني، واتمنى كمان ان تكون فيديوهاتي وحشتكم. كان معاكم ايتن عبدو، السلام عليكم.